أهلا بيكم في قناة فيلميزو. بيبدأ الفيلم مع بنت كان مغمى عليها وبتفوق، فبتلاقي أوضتها بيضة وجنبها أكل وأدوية، وبتلاقي قدامها باب أبيض مقفول، فبتحاول تقوم ولكنها بتلاقي رجليها مش شايلاها وبتلاقيها متربطة بشاش وقطن. وفجأة نور الأوضة بينور وبيدخل عليها شخص وهو بيقول لها بإن هي نامت كتير جدا، وبيكون واضح من نظرتها ليه بإن هي ما تعرفوش. فبيبقى الشخص ده يعرفها بنفسه وبيقول لها إن اسمه توماس وإنه خاطفها، وبيقول لها بإنها عمرها ما هتخرج من هنا إلا إذا وقعت في حبه. وبيكمل توماس وبيقول لها على بياناتها الشخصية زي إن اسمها روبي وعندها 25 سنة ودرست في كلية الحقوق، وبيقول لها كمان على المكان اللي اتولدت فيه. وبتكون روبي مش فاكرة أي حاجة من المعلومات الشخصية بتاعتها وكأنها بتسمعها لأول مرة. ولما بتسأله روبي هو عمل فيها إيه، بيجاوب بإنه قطع أربطة رجليها، وبيطلب توماس منها ما تتحركش لأنها لو حاولت تتحرك مش هتقدر تمشي تاني على رجليها طول عمرها. وبيشاور لها على شنطتها اللي فوق الكرسي وبيقول لها إنه مرضيش يفتشها عشان الخصوصية، وبيقول لها بإنه سايب لها حبوب مسكنة وحبوب تانية لمنع الحمل. تفهم من غير ما يقول إنه اعتدى عليها، وإنها لما تحب تروح الحمام أو تستحمى هو اللي هيساعد في كده. وبيحذر تاني من أي محاولة ليها إنها تتحرك وإلا أربطة رجليها هتتلف تماما، ده غير إنه بعيد حوالي 10 أميال عن أقرب بيت ليه، فما تحاولش تهرب. وبتسأل روبي إذا كان اعتدى عليها ولا لأ، ولكنه بيقول لها إنه ما عملش كده، وبيخرج وبيسيبها. وبتلاقي روبي حوالين إيديها إنسيال منقوش عليه اسمها وجنبه حرف إكس. وتاني يوم بيدخل توماس عليها فبيلاقيها أكلت الأكل بتاعها، وبيقرب لها علبة دواء وبيقول لها إن هي لازم تاخد منه علشان رجلها تخف. وبتنادي عليه روبي وبتقول له انت بتعمل كده ليه؟ فبيخرج وبيسيبها، وبتتحول الإضاءة اللي في الأوضة للون الأحمر، يعني معنى كده إن ميعاد النوم جه لأنه عارف إن هي بتخاف من الضلمة. وبيدخل توماس الأوضة فبيلاقيها نايمة وهي قاعدة، فبيعدلها وبينام على جنبها. وتاني يوم بيدخل عليها توماس وبيكون جايب لها الأكل بتاعها وبيلاقيها نايمة، فبيخبط لها على الحيطة وبيقول لها إن الفطار جاهز. وأول ما بيخرج توماس بتقوم روبي من النوم، وبنعرف بإن هي كانت بتمثل عليه إن هي نايمة، وبتبدأ تزحف وبتروح لشنطتها عشان تدور على أي حاجة ممكن تساعدها. وبتفتح الشنطة وبتطلع كل محتوياتها وبتطلع البطاقة بتاعتها وبتتأكد من البيانات اللي توماس قالها عنها، وبتطلع مراية وبتبص على شكلها علشان تتأكد بإن هي صاحبة البطاقة. وفجأة بتلمح ظل توماس بيقرب منها، فبتدخل حاجتها جوه الشنطة تاني، ولكن في كرة تنس بتتحرك منها وبتروح بعيد ومش بتلحق روبي تشيلها، ولكنها بتزحف في ناحية الكورة وبتخبيها ورا ظهرها وبترجع تقعد تاني في مكانها اللي توماس بيسيبها دايما فيه. وبيدخل توماس وجايب لها الغدا، فبيلاحظ ان هي تعبانة فبيروح مديها الدواء المسكن بإيده وبيكلر وبتنام. بعد كده بيخرج توماس تاني وبتفوق بعدها وبتحاول تزحف ناحية الباب، ولكنها بتتفاجئ بيه وبيقول لها برضه ما تحاوليش تهربي لأنها مش هتعرف. بتسأله روبي تاني انت مين وعاوز مني ايه، فبيقول لها نفس المعلومات تاني وبيكرر بالترتيب علشان ينشط لها الذاكرة، وبيفكرها بإن المسكنات وحبوب منع الحمل جنبها. وقبل ما يخرج توماس بتسأله تاني إذا كان اعتدى عليها ولا لأ، وهنا توماس بيغضب وبيروح خابط الكرسي وبيخرج. وبعد شوية وقت بيحاول توماس يساعدها على الشفاء بسرعة، وبيعمل لها علاج طبيعي وتمارين لرجليها وبيحميها بالميه والصابون. وتاني يوم بتلاحظ روبي ان في جرح ورا راسها، فبتطلع المرايه من شنطتها علشان تشوف، ولكنها مش بتبقى قادره تشوفه. في الوقت ده بيكون توماس مراقبها من فتحه صغيره، وبتكسر روبي المرايه لكذا قطعه علشان تقدر تشوف راسها من ورا. ولكن لما بتسمع صوت توماس بتزحف تاني لمكانها وبتخبي قطع المرايه وبتخبيها جوه الشاش اللي حوالين رجليها. وتوماس بيكون داخل يطمن عليها، ولما بيلاقيها نايمه بيطفي النور الابيض وبيولع النور الاحمر في الاوضه، وبيشغل لها تسجيل صوتي بصوته وبيكون في نفس المعلومات اللي قالها لها علشان تفضل تتعاد وتتكرر وتنشط لها الذاكره وما تنساهاش. وبينام توماس معاها في الاوضه على الكرسي. وتاني يوم بيصحى على صوت المنبه فبيروح يعدل روبي، وبتمر الايام وروبي محبوسه في الاوضه وتوماس بيقوم بخدمتها ورعايتها. وفي يوم بيسالها توماس هو ممكن يجيب لها ايه علشان تتسلى وهي قاعده لوحدها، فبتطلب منه روبي مرتبه وبطانيه واي كتاب تقراه علشان تضيع فيه الوقت. وتوماس فعلا بينفذ لها رغبتها وبيجيب لها المرتبه والبطانيه والكتاب، فبتقعد بيهم وبتبدا تقرا في الكتاب، ولكنها بتحس انه مألوف ليها وانها قريته قبل كده، وبتبدا تفتكر ذكريات وهي بتقراه. فبيقول لها توماس ان هي قريته الكتاب ده قبل كده وان هو المفضل بالنسبه لها. وتاني يوم الصبح بيجيب لها توماس الفطار كالعاده، وبيطلب منها انها تتمنى اي حاجه يجيبها لها، فبتطلب منه روبي تشرب شاي احمر. فبيخرج توماس وبيجيب لها الشاي بسرعه لانه عارف ان هي هتطلب، فبيكون محضره من الاول. ولما تشرب روبي الشاي بتبدا ذكرى تانية تنتعش جوه عقلها، وبتلاقي نفسها جوه حديقة مليانة ورود وأزهار، ولكنها بتكون مستغربة إزاي توماس كان محضر الشاي قبل ما هي تطلبه. فبيقول لها إنه عمل شوية أبحاث علشان يعرف عنها كل حاجة
وفي يوم بتكتشف روبي بان الاربطه اللي حوالين رجليها وهميه، وبان مفيش جروح ولا عندها اربطه مقطوعه زي ما توماس قال. وبتبدا روبي تحاول تمشي على رجليها وبتوصل لباب الاوضه، واول ما بتمسك الاكره بيجي لها ذكرى جديده انها حاولت تهرب قبل كده ولكن في حد منعها. بعد كده بتلاقي في الكتاب كلمات مقلوبه، وبتكتشف ان هي كانت كاتبه كده علشان تفكر نفسها بحاجه، فبتفك المرتبه وبتشيل حجر في الحيط وبتخرج، فبتلاقي عيدان كبريت كتير محروقه كانت مخبياها جوه. وبتفهم وقتها بان العيدان دي هي اللي كانت بتكتب بيها الكلمات المقلوبه في الكتاب، وانها كانت بتكتبها مقلوبه علشان لو الكتاب وقع في ايد توماس. وفي يوم وهم قاعدين سوا بيتعشوا، وبتطلب روبي من توماس شمع عشان الجو يبقى رومانسي، فبيروح جايب لها الشمع ومعاه علبه الكبريت، وولع لها الشمع ويسيب عود الكبريت المحروق فوق الترابيزه. وبتكون روبي عايزه تاخده باي طريقه، وهنا بيطلب منها انهم يبداوا حياتهم مع بعض من اول وجديد، وبيمسك ايدها ولكنها بتروح ساحبه ايديها وبتاخد عود الكبريت وبتحط ايديها على بقها وبتعمل نفسها بتكح علشان تخبي عود الكبريت منه. وبيهدي توماس كتاب جديد علشان تقراه، وبتبدا روبي انها تكتب بعود الكبريت المحروق الحاجات اللي هي بتفتكرها والانطباعات اللي بتاخدها عن توماس، وبتبدا تدونها اول باول. وخلال الفتره دي بتقوم كل يوم تلعب رياضه، وبتبدا تمرن رجليها على المشي والجري. واول ما بيكون توماس معاها بتعمل نفسها كانها مش بتعرف تمشي، وبتبدا روبي تبين لتوماس انها اتعودت على الحياه هنا. وفي يوم بتكون روبي بتعمل تمرين، ولما بتسمع صوت توماس بترجع وتقعد فوق المرتبة وتمسك الكتاب وبتبدأ تعمل نفسها ان هي بتقراه تاني. وبيتعشوا سوا اليوم ده، وبتجيلها ذكرى جديدة لما بتاكل الاكل اللي عامله توماس، وبتفتكر بان هي اكلته قبل كده مع توماس جوه مطعم، وانه ليلتها قال لها غمضي عينيكي وراح ملبسها سلسلة حوالين رقبتها. وبتبدأ تحكي لتوماس عن الذكرى دي، فبيقول لها ده كانوا بيحتفلوا بيها بذكرى حبهم. وبتبدأ روبي تمارس هوايتها في الرسم لما بيجيب لها ورق ملون وألوان علشان تسلي وقتها. وفي يوم بيكون توماس نايم على المرتبة بتاعتها وفي ايده قلم، فالقلم بيقع من ايده، فبتتأكد بان هو نام، فبتحاول تروح عند الباب وتفتحه، ولكن توماس بيصحى وبيقول لها على فكرة الجو بره برد جدا وانتي محتاجة جاكيت. فبتعمل نفسها كأنها كانت رايحة تجيب كورة تنس اللي وقع قدام الباب وبترجع تاني. وبالليل وهي نايمة بيجي توماس يغطيها ويحط ايده على خدها، فبتجي لها ذكرى جديدة ان توماس كان معاها مرة في اوضتها، بس بتكون مش واضحة ملامح الذكرى دي قوي. وفي ليلة تانية بيجي لها توماس وبيشغل لها موسيقى رومانسية وبتبدأ ترقصوا سوا. وهنا برضو بتفتكر حاجة تانية، انهم كانوا بيرقصوا سوا في مكان توماس صرح بحبه ليها، فبتبتسم وبتقول له احنا فعلا كنا بنحب بعض. فبيضحك توماس وبيقول لها انت كده بدأت تصدقيني. وبتبدأ روبي فعلا تنسجم مع توماس وتقرب منه أكتر، ولكنها بتبكي فجأة وبتقول له طالما كنا بنحب بعض إيه اللي وصلنا لكده؟ فبيبقى توماس يحكي لها على كل حاجة، وبيقول لها إن الموضوع ده بقاله فترة كبيرة، وبيحكي لها إنها في ليلة كانت مواعدة واحد اسمه ماك وقاعدين سوا في بار، وإن توماس ليلتها كان رايح لها، ولكن للأسف ليلتها ملحقش يوصل لها بسبب إنه ملقاش مواصلات شغالة، فاتصل بيها علشان يعتذر ليها ولكن ما ردتش عليه. ووقتها روحت على بيتها ومعاها ماك، واللي دخل معاها لأوضة النوم واستغل ان هي سكرانه وبدا يعتدي عليها. ليلتها واحد صاحب توماس وصله لبيتها، فتوماس لقى باب البيت مفتوح، فلما دخل لقى ماك بيعتدي عليها فراح قتله. واخدها توماس بعد كده في عربيه صاحبه للبيت عنده علشان يحاول يفوقها، وانها فقدت الذاكره تماما. وقتها حاول صاحبه يتصل بالاسعاف، ولكن توماس منعه وقال له بان هو اللي هيعتني بيها. خلى صاحبه يوصلهم لمكان بعيد، وراحوا على جزيره واخد تليفونها ورماه في الميه علشان محدش يعرف يوصل لها. وبعدها اخدوا قارب صغير وراحوا على مزرعه فيها بيت مهجور، وهناك حبسها توماس لانه خايف عليها، وابتدى يعتني بيها لانها من غير ذاكره مش هتعرف تتعامل مع اي حد وهتضيع. وكانت كل يوم تساله انت مين، حتى لما كان بيوريها صورهم سوا. وفي اخر كلامه بيفرح توماس بان هو قدر يعالجها وتخف، وبتعيط روبي من الفرحه. وفي ليله بتصحى روبي وبتجيب قطعه المرايه المكسوره وبتضرب بيها توماس وبتموته، ده بعد ما قررت تتخلص منه لانه مريض وحبه بيأذي، وانه بيحبها ولكن الحب ده مؤذي ودمر حياتها، وكان لازم تتخلص منه واضطرت تموته علشان حريتها، والحرية لازم يكون تمنها صعب. واخيرا بتطلع وبتشم نسيم الحرية وبتشوف الطبيعة والطيور والبحر والسماء والحاجات اللي بقالها كتير ما شافتهاش. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.